السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم اخواتي معايا فيديو جديد. في هذا الفيديو كيف ما كتشوفوا تشاركت معكم هذه الكيكه ديال الشكلاط. هذه كيكه خاصه بالناس عشاق الشكلاط حيت كتجي كلها شكلاط وكتجي رائعه بزاف ومسقيه بواحد السقوه اللي لذيذه بزاف بزاف، واهم حاجه انها اقتصاديه ما فيهاش مقادير كثيره. غندوز معكم ان شاء الله المقادير. عندي هنايا 3 ديال البيضات، وعندي 4 ديال الخمارات، عندي هنايا واحد ساشيه ديال الفاني، عندي هنايا كاكاو مر، راه غير 2 دراهم ديال الكاكاو كافيه. عندي هنايا كاس ديال سنيده، ونفس الكاس غناخذ به كاس ديال الزيت، غناخذ 2 كيسان ديال الحليب. بالنسبه للتزيين غنحتاج هنايا 2 علب ديال دانيت شكلاط، وغنحتاج هنا واحد 3 ديال الدراهم ديال الشكلاط اسود. عندي هنايا غنحتاج واحد القريصه ديال الملحه. هنايا انا اول حاجه بديت بالمول هو الاول اللي دهنته مزيان بالزبده ورشيته بالدقيق، صافي غنخليه جانبا. جبت هنايا السوبيره اللي غادي نخلط فيها، كتاخذوا خلاط كهربائي او خلاط يدوي او المهم اللي متوفر عندكم. صافي غنبداو على بركه الله. اول حاجه كنضيف البيض، نضيف هنا واحد القبيصه ديال الملحه، نضيف هاد الكويس ديال سنيده. بالنسبه للعبارات انا راه كناخذ العبار غير بهذا الكاس الصغير ديال اتاي، هو اللي غناخذ به جميع العبارات. عندي هنايا غنضيف الساشيه ديال الفاني، صافي وغنخلط مزيان هذوك المقادير. هنايا الا كان خلاط كهربائي راه غادي يساعدكم مزيان وغادي يسهل عليكم مأموريه. ما كانش راه المهم غتخدموا هذا الخليط مزيان. اهم حاجه حتى كيذوب هذاك السكر نهائيا ما كيبقاش يبان. صافي هنايا من بعد ما خدمت هذاك الخليط مزيان غنضيف كاس ديال الزيت. كيف ما كتشوفوا انا الكاس ديال الزيت راه ما كنعمروش بزاف، المهم العماره نتوما كتشوفوا كلشي قدام عينيكم. صافي غنخلط هذاك الزيت مزيان حتى كيندمج حتى هو مع المكونات. وهنايا غادا نضيف 2 كيسان ديال الحليب، غادي نخلطهم مزيان. ودابا غنضيف 2 معالق كبار عامرين ديال الكاكاو. بالنسبه للكاكاو راه عندي هنايا كاكاو مر. صافي غادي نخلط هذاك الكاكاو مزيان مع المكونات، وغادي نضيف كاس الاول ديال الدقيق. كيف ما كتلاحظوا هنايا اخواتي بقاو هذوك الحبيبات ديال الكاكاو. كيف ما قلت لكم الا كان طراب كهربائي راه غيسهل عليكم المأموريه. ما كانش راه حدي انا كنضيف الدقيق، راه كل ما ضفت الدقيق وخلطت مزيان راه غادي هذاك الكاكاو كيذوب لدرجه انه في الاخر غادي يذوب مزيان وما غاديش يبقى يبان نهائيا. صافي هنايا ضفت كويس ديال الدقيق، وضفت هنايا دوك 4 ديال الخمارات. غادي نخدمهم مزيان هكذا نخلطهم. هنايا ضفت الكاس الثاني ديال الدقيق، صافي. وهنا ضفت الكاس الثالث. هانتوما كيف ما كتلاحظوا راه محدي انا كنخدم هذاك الدقيق كنحرك مزيان. هانتوما داك الكاكاو راه داب. اهم حاجه انكم تخدموه مزيان هكذا.
صافي كتدخلوا داك الدقيق في هذاك الخليط حتى ما كيبقاش يبان. غنكتفي ب3 ديال الكيسان حيت هذا هو القوام اللي خاصو يكون يعني ديال الكيكه. صافي خدمت هنايا داك الخليط ديالي مزيان، جبت المول. هانتوما اخواتي، هانتوما الخليط كيف قلت لكم راه داوب هذاك الكاكاو في مره، ما بقاش كيبان نهائيا. بالنسبه للقوام ديال الكيكه راه هكا خاصو يكون كيف ما كتشوفوا. صافي دابا غنخوي هذاك الخليط ديالي في المول. هنا انا راه شعلت الفران كيسخن، يلا شعلته على درجه 180 وشعلته غير من التحت. صافي وضعت الكيكه ديالي. هنايا جبت واحد البريق هذا اللي كنطيب فيه القهوه، درت فيه الماء وغنضيف واحد معلقه ديال القهوه هكذا عامره، قهوه عاديه يعني القهوه اللي كتبخ. كتضيف واحد المعلقه كبيره، غنحركها مزيان وغنحطها فوق البوطه يتبخ مزيان. من الاحسن ما ديروش قهوه قاصحه، يعني معلقه راه كافيه باش. صافي هنا من بعد ما طبخات هذيك القهوه راه حيدتها دابا فوق البوطه. هنا كيف كتشوفوا انا نقصت واحد 3 ديال الطريفات الشكلاط حيت غنبغيهم من بعد، ولكن الا كان عندكم هذاك فيرميسيل راه ما يحتاج كاع تنقصوا هذاك الشكلاط. صافي هنايا درت هنايا مقله كتسخن فوق البوطه، وغنضيف ليه داك الشكلاط اللي مازال عندي، نخليه يذوب. هنا عمرت واحد الكاس بالقهوه وضفت ليه السكر، حليته بالسكر. وهنا راه بدا كيذوب هذاك الشكلاط. غادي نضيف عليه داك الكويس ديال القهوه. صافي وغناخذ معلقه ديالو وغنبدا نحركو مزيان حتى غادي يذوب هذاك الشكلاط، غيذوب نهائيا في هذيك القهوه. هنا غنضيف واحد المعلقه صغيره ديال الكاكاو مر اللي كيزيد حتى هويا واحد النكهه رائعه لهذا الخليط. غادي نحرك المكونات مزيان كلها. هنايا اخواتي زدت تقريبا واحد نص كاس ديال القهوه، من الاحسن تزيدوا كاس كامل حيت هاد الكيكه كتبغي السقوه مزيان، وانا ملي كنت كنخلط جاتني بحال هاد السقوه يعني قليله. داكشي علاش من الاحسن ديروا 2 كيسان وغديروا الكميه ديال السكر اللي غتحلي لكم هذيك القهوه. وبالنسبه للكميه ديال الشكلاط راه 3 دراهم كافيه، يعني الا ضفتوها كامله راه 3 دراهم غتجيكم مزيانه، ومع ديك المعلقه ديال الكاكاو مر اللي كتعطي حتى هي واحد المذاق رائع في هذا الخليط. صافي كتبقاو تخلطوا مزيان مزيان حتى كيذوب هذاك الكاكاو كيذوب هذاك الشكلاط. شوفوا كيفاش كيولي هذا السيرو، راه عاطي واحد الريحه واعره واعره بزاف. هنايا من بعد ما طابت كيكه انا جبتها، هاد التقيبه اللي كتشوفوا راه دخلت فص منها الموس باش نتاكد انها طايبه من الداخل. صافي وكتشعلوا عليها ضروري واحد شويه من الفوق، غير واحد شويه صافي وكتحيدوها. هنايا جبتو كتاخدوا شي كيردو اولا هكايا شي فرشيطه وغادي نثقبها كامله باش غادي تشرب ليا داك السقوه مزيان. تقبوها مزيان مزيان ما تخليو حتى شي بلاصه. صافي هنا من بعد ما ثقبت هذيك الكيكه ديالي اخواتاتي غادي ناخذ هذا السيرو. شوفوا كيفاش اختار، راه واحد لوغو في هذا السيرو البنات راه واعر. راه ما نحتاجش نقول لكم على المذاق ديال القهوه مع الشكلاط، راكم عارفين راه واحد الرائحه وواحد المذاق واعر بزاف. المهم هنا خديت معلقه وبديت كنسقي في هذيك الكيكه، غنبدا نسقي فيها بشويه بشويه ما تخليو حتى شي بلاصه. وراه ما تخافوش من السقوه نهائيا، كيف يعني كل ما سقيتوها مزيان راه كتجي مسقيه وكتجي رائعه. يعني من الاحسن غير سقيوها مزيان، ما تخافوش من السقوه نهائيا. صافي هنايا اخواتي من بعد ما سقيت الكيكه ديالي مزيان راه شربت هذاك السيرو كامل اللي كان عندي. خديت هنايا دوك العلب ديال دانيت صافي وغنخويهم هكذا من الفوق.
صافي هنا خديت واحد المعلقه كبيره صافي، وغنوزع داك الشكلاط على الكيكه كامله. كتسرحوا هكذا بهذا الشكل على كيكه كامله. من طبيعه الحال ما كتخليو حتى شي بلاصه، كتحاولوا انكم توزعوا هكذا بالتساوي. صافي هنا اخواتي من بعد ما سرحت هذاك الشكلاط، هذاك دانيط عفوا، خديت هاد الطريفه ديال الشكلاط اللي خليت وجبت واحد الحكاكه. من الاحسن الا خليتو الشكلاط هكذا بحالي، ما ديروش الغلط اللي درت انا، نسيتو محطوط ومني جيت نحكو لصق ليا كامل الحكاكه. من الاحسن حطوا ديك الطريفه ديال الشكلاط في الثلاجه حتى تساليو ليهم، بعد باش ملي تبغيو تحكوهم غيتحكوا بسهوله. صافي هنايا من بعد ما حكيت الشكلاط هكذا، المهم راه كيف ما قلت لكم كيكه ديال الشكلاط بامتياز، راه كتجي واعره بزاف البنات. كنتمنى انكم تجربوها وترجعوا عندي التعاليق وتقولوا لي الراي ديالكم في هذه الكيكه، راه كتجي خطيره، واحد المذاق راه واعر بزاف. وهنا غنكون وصلت النهايه ديال الفيديو اخواتي. كنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بالضغط على زر الجيم، اشتركوا في القناه اخواتي اللي مازال ما مشتركينش، مرحبا بكم عندي، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه.